طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية، نحييكم ونستهل معكم هذه النشرة بعناوين الأخبار. تقييم حملة الطلاب التنموية لعام 2023. ارتياح من إنتاج مركز التقانة الزراعية في الإقليم الأوسط. ممثلو جاليات الإريترية في ألمانيا يناقشون تعزيز منظماتهم. تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليوم واحد. السويد تتوقع قرارا تركيا بانضمامها للناتو. مصرع 13 شخصا بحريق في نزل في كازاخستان. من العناوين إلى التفاصيل. دعت وزارة التعليم في التقييم الذي أجرته في 30 من نوفمبر لحملة التنمية الطلابية لعام 2023 إلى تحقيق فعالية الحملة بالعمل المشترك بين الجهات المنفذة. وتضمنت التقارير المقدمة من منسقي الحملة في كل إقليم أهداف الحملة وتنفيذ البرامج من حيث الأنشطة المنجزة ومزايا الحملة ونقاط الضعف الملحوظة والخطط المستقبلية وآراء وتوصيات المشاركين في الحملة. وأوضح مدير حملة الطلاب التنموية السيد فتوي والقرقيش عمل أكثر من 22,800 طالب، من بينهم 9,707 طالبة في 158 نقاط على مستوى البلاد، والقيام بإعداد 590 ألف حفرة تشجير وزراعة 520 ألف شجرة وبناء وصيانة 1440 كيلومتر من المدرجات وإنشاء وإصلاح ما يقارب من 44,500 متر مكعب من حواجز من المياه وبناء 3000 من المدرجات الحوضية ورعاية أكثر 3.3 مليون شجرة. وذكر أن الحملة الطلابية شملت أيضا أنشطة السلامة المرورية وصيانة الأساس المدرسية وغيرها من الأعمال، مشيرا إلى تنفيذ 85% من الخطة. واقترح المشاركون تقوية تنظيم شركاء الحملة وتعبئة الموارد وتقليل الاستهلاك وضمان استدامة الأشجار المستوطنة من خلال الحملة وتقييم مسيرة 25 عاما وتوثيقها كمرجع. وقال ممثل وزارة التعليم السيد بيطرس هيلا ماريان في كلمته الختامية أن التقييم يساعد في اكتساب الخبرة وإيجاد الحلول للتحديات، داعيا العمل لتحقيق مزيد من النتائج المرضية. ونفذت حملة الطلاب التنموية التي بدأت في عام 1994 بشكل منتظم لمدة 25 عاما باستثناء الأعوام 2000 2003 2006 2018، وهي جزء من برامج التنمية الوطنية. أوضح المزارعون الناشطون في مركز التقانة الزراعية في الإقليم الأوسط نمو إنتاجهم نتيجة الجهود التي يقومون بها. وذكر المزارعون بأن العمل يحتاج إلى كثير من المثابرة والمتابعة والتفاني، مؤكدين على مواصلة أنشاطهم بجهد أكبر. وذكر مسؤول المركز السيد فرقي قبر الثلاثي أن المركز لديه دور كبير في تنمية البذور وتوزيعها على المزارعين، وأشار إلى أن السماد الذي يقوم المركز بإعداده يساهم في إنقاذ التربة والمياه الجوفية من التلوث، داعيا المزارعين لاستخدامه لفوائده الجيدة. وأوضحت المرأة المزارعة زراعة مختلف أنواع الخضروات والفواكه في الموقع وتوزيع بذور البطاطس والقمح والشعير المنمى إلى المزارعين. قيم ممثلو الجاليات الإريترية في ألمانيا في اجتماع عقدوه في مانهايم يومي 25 و26 من نوفمبر أنشطتهم وسبل تعزيز جاليتهم. وفي التقييم الذي حضره ممثلو 32 جالية على مستوى المدن، قال رئيس الجالية الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس روسوم أن تعزيز الجالية الإريترية هي مهمة كل مواطن، وقال أن الهدف هو نقل المواطنين إلى مستوى أعلى من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة لمساعدتهم في معيشتهم الشاملة.
وقدم ممثلو الجاليات تقارير عن وضع الجالية في كل مدينة والبرامج المنفذة هذا العام وأوضاع التعليم بلغة الأم والأنشطة الرياضية والبرامج الاجتماعية والوطنية وغيرها من القضايا. وقام رؤساء أقسام الجاليات الألمانية بشرح الأنشطة من حيث إيجابياتها وسلبياتها. وبعد مناقشة سبل صياغة برامج مشتركة، ناقش المشاركون سبل توزيع تأطير المواطنين وتوسيع العلاقات مع المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الأخرى وإنشاء مدارس مختصة بلغة الأم في جميع المدن وتعزيز اندماج المواطنين مع المجتمع ووضع خطة لعام 2024 التي تتضمن تعزيز الهوية والثقافة الإريترية. بالإضافة إلى ذلك تم إجراء تدريب على القيادة والخلفية المجتمعية والمهام المستقبلية لتعزيز معارف ومهارات وقادة وممثلي المجتمع. توجد في ألمانيا 38 جالية تعمل على مستوى المدينة. وفي الوقت نفسه عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في النمسا اجتماعا في فيينا يوم 25 من نوفمبر لتقييم أنشطته. وبهذه المناسبة تحدثت رئيسة فرع ألمانيا سيدة لول تولي عن دور المرأة في برامج التصدي المشترك والجهود المبذولة لتمكين المرأة. من جانبه ذكرت عضوات اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد في ألمانيا على ضرورة إلى اهتمام خاص لتعزيز العلاقات مع المنظمات النسائية وغيرها، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية العامة والأنشطة الإعلامية. عقد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سيمينارا يومي 28 و29 من نوفمبر في دبارو والدخالة حول الأمراض التناسلية عامة ومرض الإيدز والتهاب الكبد خاصة. وقدم مسؤول مكافحة مرض الإيدز والأمراض التناسلية الأخرى السيدة صفاء جارو ميكيل ومنسقة الإعلام والتوعية الممرضة بلتاش جبراب في سيمينار المنظم للسكان وعمال المؤسسات الحكومية توضيحا حول أوضاع الإصابة بمرض الإيدز على مستوى العالم والبلاد والإقليم الجنوبي ووسائل مكافحة الأمراض التناسلية. وذكر بأن نسبة الإصابة بمرض الإيدز التي كانت 1.66% عام 2023 في الإقليم الجنوبي تقلصت إلى 0.09%، غير أن زيادتها لنسبة 0.19 في الأشهر التسعة الماضية يعتبر جرس إنذار لمزيد من العمل. وحول التهاب الكبد أوضح بأن الكبد جزء مهم من الجسد تحتاج الرعاية الكبيرة وتكون عرضة للأضرار بالفيروسات المنتقلة عبر الاتصال الجنسي وغيره المرتبط بالشرب والأكل التي تؤدي إلى مصاعب صحية معقدة والوفاة. وذكر تركيب أجهزة الفحوصات الطبية في جميع المؤسسات الصحية، ويجب على المواطنين الذين يشعرون بأعراض التهاب الكبد بالتوجه سريعا إلى المستشفى للتعرف على أوضاعهم الصحية، مشيران إلى أن استخدام الطب الشعبي قد يعقد المشكلة ولن يأتي بالحل. وأشار مدير مديرية دبارو السيد فروانجيل تخلاي مانوت والمدير التنفيذي في إدارة مديرية الدخول السيد تسفي أبرها في المناسبة إلى أهمية وأنية السيمينار، منادين لمنح الاهتمام العالي لبرامج توعية الشعب. بدأت رسميا اليوم 30 من نوفمبر في أرض المعارض الإكسبو والمنافسات الوطنية للألعاب التراثية الذي ينظمها الاتحاد الوطني للرياضات التراثية تحت شعار تراثنا عزتنا. وقال مفوض الثقافة والرياضة سفير زمن التخلف بمناسبة الافتتاح أن الرياضة التراثية لها دور كبير لبناء أجيال تحترم القيم الاجتماعية لمجتمعها وتعتز بتراثها، داعيا لضمان استمرارية المنافسات التي بدأت. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للرياضة التراثية سيد برهان تخستي أن المشاركين في المنافسة هم من الأقاليم الستة وساوى وقوات الدفاع، مشيرا إلى أن الحفاظ على التراث والقيم الاجتماعية باعتبارها من أهم أعمدة استمرارية الوجود، لذلك فإن من الضروري العمل بالنظر للألعاب التراثية بالتساوي مع البناء السياسي والاجتماعي والثقافي. تشتمل المنافسات التي تستمر حتى 3 من ديسمبر مختلف الألعاب التراثية. فاصل قصير ونعود والأخبار على الصعيد العالمي.
مددت الهدنة بين إسرائيل والحماس في اللحظة الأخيرة ليوم سابع إضافي من شأنه السماح بالإفراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وشهدت القدس هجوما بأسلحة نارية نفذه الشخصان عند محطة توقف حافلات قتل خلاله 3 أشخاص وأصيب 8 بجروح إصابة 5 منهم خطيرة وفق الشرطة الإسرائيلية. وبدأ سريان الهدنة في 24 من نوفمبر بعد عمليات غصب إسرائيلية عنيفة استمرت 7 أسابيع دون هوادة على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل أراضيها شن انطلاقا من القطاع في 7 من أكتوبر. وقبل دقائق من انتهاء العمل بالهدنة أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدنة العملية ستستمر في ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن وفقا للشروط المتفق عليها مسبقا بين الطرفين بعد عملية تبادل سادسة للرهائن الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين خلال الليل. بدوره أعلنت حركة حماس أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ 6 أيام ليوم إضافي. وقالت في بيان: تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم 7، وهي ما أكدته قطر التي كانت تجري مفاوضات مكثفة بدعم من مصر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة. قال وزير الخارجية السويدي أن تركيا أبلغت بلاده بأنها تتوقع تصديق على انضمامها المؤجل منذ مدة طويلة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو خلال أسابيع، لكن تركيا نفت وضع إطار زمني لاتخاذ هذا القرار. وأكد وزير الخارجية السويدي في تصريحات للصحفيين قبل 2 أيام اجتماع وزراء خارجية الحلف أنه عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية التركي وأبلغه أنه يتوقع أن تتم عملية التصديق خلال أسابيع. ونفت تركيا أن تكون قد وضعت إطارا زمنيا للتصديق على انضمام السويد للحلف. وقال مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية التركي لم يعلق على مسألة الإطار الزمني لانضمام السويد للحلف خلال المحادثات الثنائية. وكانت تركيا قد علقت موافقتها على طلب السويد للانضمام للحلف بعد أن تقدمت مع فنلندا بطلب الانضمام العام بحجة توفير البلدين لحماية لجماعات إرهابية. وصدقت أنقرة على انضمام فنلندا في أبريل الماضي، في حين أبقت على طلب السويد قيد الانتظار. أفاد المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في ألما، وهي أكبر مدينة في كازاخستان، بأن حريقا اندلع في مبنى تم تحويله إلى نزل جماعي في هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. ووفقا للبيان تم إطفاء الحريق وبشكل مبدئي، ثم تم العثور خلال الفحص مكان الحادث على 13 ضحية ويجرى تحديد هوياتهم. وتدل التحقيقات المبدئية على أنهم تسمموا بغاز أو أكسيد الكربون، وكذلك تم نقل الشخصين إلى المستشفى نتيجة الحادث. ووفقا لإحداث البيانات كان هنالك 72 شخصا في النزل، وتمكن 59 من الخروج من المبنى بأنفسهم. ولا يزال التحقيق مستمرا للتعرف على أسباب الحادث. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. تقييم حملة الطلاب التنموية لعام 2023. ارتياح من إنتاج مركز التقانة الزراعية في الإقليم الأوسط. ممثلو جاليات الإريترية في ألمانيا يناقشون تعزيز منظماتهم. تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليوم واحد. السويد تتوقع قرارا تركيا بانضمامها للناتو. مصرع 13 شخصا بحريق في نزل في كازاخستان. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.